سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه. راح نوجد معكم خبز الدار بطريقه سهله، يجي خفيف مقطن هايل ماشي متكوك، درتو بالفارينه والدقيق. اللي تحب الوصفه تتبع الفيديو حتى للاخر. نبداو بسم الله. هنا راح نحط في البيتخان تاعي 2 كيسان تاع فارينه. الكاس اللي مولفه نخدم به يرفد 220 مليلتر. رايحة نضيف لهم كاس تاع دقيق رطب، رايحة نزيد مغرفة كبيرة تاع السكر وكمية تاع الملح. هنا كنت حطيت لكم هاد البيتخان في الفيسبوك وبزاف اللي سقسيتوني عليها منين شريتيها، شحال شريتيها، اسكو مليحة ولا لا. اليوم حنهضر لكم على كلش، حبيت يعني حتى نجربها باش نهضر لكم عليها. هنا رايحة نجي نشعل سرعة 1. توجور نبدا بالسرعه 1 هكا في العجين الثقيل، نبدا بسرعه 1 ومن بعد نزيد السرعه. هنا راح نجي ندير هاد الغلاق تاع البلاستيك باش من بعد ما تطرش لي حتى حاجه. وكي نحب نزيد كاش عفسه من الطرف نزيد برك ملهيها بلا ما نقعد نطلع ونحبط في البيتخا ديالي. هنا خلطهم شويه. دوك واش راح نجي نزيد، رايحه نزيد مغرفه كبيره تاع خميره الخبز مع كيس تاع خميره كيميائيه. وزن الكيس 10 غرام. قلت لكم هاد البيتخا راني شريتها اونلاين، يعني ما شريتهاش من عند حانوت ولا شريتها اونلاين من عند لاباج زبيري شوب. التوصيله كاين عندهم 58 ولايه. هنا نكمل برك الوصفه ديالي. قلت لكم درت كيس تاع خميره كيميائيه مع غرفه كبيره تاع خميره الخبز، وزدت كاس غير ربع تاع الزيت. راح نعاود نشعلها ونزيد في لافيتاس بيان سور. مع الاول درت 1 دوك ندير 4، والوقت 1-2 دقائق ولا قيس ما تتعجن هكا هاد العجينه. قلت لكم خبز يجي هايل. وهنا كنت زدت كاس تاع حليب دافي، نجي هكا نحبط بالسباتول باش تتعجن لي مليح. قلت لكم البيتخا هذه شريتها من عند لاباج زبيري شوب. دوك نخلي لكم كامل المعلومات تحت هذا الفيديو ولا في صندوق الوصف. هنا رايحه نزيد نص كاس تاع ماء دافي ونخليها تتعجن هكا شويه حتى تولي طريه ونسحق يعني القوام اللي نسحقه. هنا حبيت ندير لداخل شويه تاع سانوج. نتو تحبوا ديروه من الفوق كتزيين برك ولا تحبوا ديروه من الداخل. انا نحبوا السانوج الوغ درت هنا كميه. قلت لكم دوك نخلي لكم كامل المعلومات، رقم الهاتف تاعو، الصفحه تاعو في الفيسبوك. شريتها من عند زبيري شوب. اسكو مليحه ولا لا؟ شوفوا انا راني في سمانه يعني خدمت بها، درت بها حتى المشوك، درت بها المسمن ولا غير ما شاء الله هايله. ونحات عليا التعب. واش نقول لكم، حاجه مليحه هكا في الدار. بيتخا والله غير مليحه في الدار. واحد اللي يطملها بشويه ويشري وحده ماشي في الخساره. شوفوا القوام تاع العجينه اللي تحصلت عليه. حبيت هكا قوام يجي طري بالبزاف باش الخبز هذا يجينا طري ما يجيناش مدكوك من الداخل. تحصلت على هاد القوام وريته لكم. دوك نجي نحي الكروشي ديالي وندير شويه زيت في يدي ونحي هذيك العجينه. شوفوا يجي فيها هاد البول مخدوم من الاينوكس. راهي الفرد 3 كيلو ونص، يعني انا راهي عندي البيتخا تاع 3 كيلو ونص، حاجه صغيره ما حبيتش نجيب عفسه كبيره بزاف. هاي ليك. دوك نجي لهنا ندير شويه زيت في يدي ونطم العجينه ديالي. هذه هي. شوفوا كيفاش راهي خفيفه هايله. لازم تجي عجينه تلصق في اليد. قلت لكم درت فيها المسمن، درت فيها خبز ماشي خبز كسرة رخصيص ولا غير يعني نحات عليا التعب. الشقات على العجين هذاك نحاتو عليا. هنا شوفوا كيفاش راني نجي نضرب فيها غير شويه برك قيس ما شغل نطمها ونحطها في الغيسيبيون تاعي اللي كنت حطيت فيه شويه تاع الزيت. هاي ليك لازم قلت لكم عجينه تلصق في اليد. راني وجدت هذاك الغيسيبيون درت فيه شويه تاع زيت حطيتها هكا. دوك نغلفها بكيس بلاستيكي ونخليها تتخمر. حطوها في بلاصه سخونه. دوك راهو البرد راح تاخذ لكم بالك حتى نص ساعه ولا في الصيف تخمر تمتم. شوفوا كيفاش قلت لكم لازم تجي تلصق في اليد. درت هذاك الزيت هكا. انا نجي نبلاطيها ندير لها كيس بلاستيكي ونخليها تخمر نص ساعه حتى 40 دقيقه. المهم يعني يضاعف الحجم تاعها كيما هكاتيك. ونجي نكسر لها كامل هذاك التخمر تاعها، نحي لها هذاك يعني لي غاز. ودوك تشوفوا واش راح ندير. انا جيت هنا درتهم خبيزات صغار، كنت صايمه طيبت شوربه درتهم مع هاد الخبيزات. المونتاج دوك راني نديره لكم مور الفطور. يعني الخبز هذا جاب بنين هايل شغلك وتاكلوا في الكاطو ماشي في الخبز، وخفيفه روعه. هنا دوك شوفوا نجي شغل هكا نقرصهم قرصات صغار.
انا راح ندير 4 وحدات برك، يعني 4 خبيزات صغار. نتوما حبيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوا كيما حبيتو. هاي ليك جاوني قيس 4 قرصات. قلت لكم حبيت ندير الساندويتش من الداخل. نتوما ما تحبوش، ما الا ما حبيتوش ديروه غير من الفوق برك. هنا دوك واش جيت حطيت ورقه طهي في السنيوه كيما راكم تشوفوا، هاوليك بابي كويسون حطيته في سنيوه، ونجي هكا نقرصهم شويه نديرهم على شكل دائري. هاي ليك نقرصهم غير شويه هكا بصبعتيه ولا بالكف، كل وحده وطريقتها، ولا بالكف تاع اليد كيما حبيتو. يعني هذا فيديو تاع الزربه، عندي بزاف ما حطيت لكمش فيديو في القناه، قلت ولا غير هذا الخبز نشاركه معاكم، راه جاي غير رمضان هكا مع الشريبه. الله الله. الاولانيه هذه كنت خدمتها، دوك نوري لكم الثانيه. ديروا شويه زيت من الفوق، وانا هنايا خليته تخمر بزاف، يعني راهو الطري زياده. شوفوا حطيت هذاك الفنجل هكا شغل باش ندير الشكل دائري، ومن بعد بالموس كما راكم تشوفوا نجي نقطع العجينه، ما نقطعهاش حتى يعني نخلي داك الكاس نخليه فيد، المكان هذاك تاع الفنجال عفوا نخليه فارغ. نجي كما راكم تشوفوا هكا اني نقطع في العجينه، ومن بعد نبقى نشكلها بيدي. يعني في الفيديو راح نوضح كلش، انا نوريكم هكا وحده ونكمل باقي الكميه وحدي. شغل هكاتك نقرصها بيدي. ها هي هكا حبيت شكل هكا، كيما تقدروا تخلوهم مدور كيما حبيتوا، هذا يرجع ليكم صح. في العجينه تدو الوصفه، يعني العجينه هي الصح، تجي خفيفه هايله كي تقسموا داك الخبز والله ما يتشبع. هنا دوكا واش كنت درت، كملتهم كامل. حطيت هكا شويه تاع صفار بيض مع شويه تاع قهوه طايبه، دربتهم مليح، وراني نجي ندهن هاد الخبيزات. ها مليك ندهنهم كامل، ومن بعد نجي نرشهم من الفوق بالسانوج والجلجلان، ودرت شويه تاع زعتره. هاي ليك قلت لكم من الفوق السانوج والجلجلان وزعتره، وانتم تحبوا ديروا غير سانوج يعني واش حبيتوا، هذا يرجع ليكم. وكنت سخنت الفور تاعي على 180 درجه، راح ندخلهم يطيبوا مده 15 دقيقه ونحمرهم من الفوق. انا نحبهم هكا حميمرين من الطرف، ولا مشي تقولهم محروقين ولا شغل. هذاك البيض اللي تدفق راهو يبان. دوك نقلب لكم وحده وتشوفوا كيفاش جا. هنا بعد ما طابوا جاو روعه خفاف ما شاء الله، مقطنين من الداخل ماشي متكوكين ولا معجنين. شوفوا حموريه بك ماشي محروقين. هذاك البيض بك يبان لكم من الطرف. ودوك نقسم معاكم وحده باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. انا اليوم قلت لكم كنت صايمه، يعني الناس اللي كانوا صايمين صحه صيامكم، ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم. هاي اللي راه جاي غير رمضان، جربوها قبل رمضان، وإلا عجبتكم هذه الوصفه ولو ديروها ان شاء الله. هنا نكون لحقت لاخر الفيديو. شوفوا كيفاش جا من الداخل، ما جاش عالي بزاف بصح جا خفيف روعه. نكون لحقت لاخر الفيديو. نبقى لي غنقول لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير او بارطاج. سلام.